كنت فارسة أتجول مع الخيول في الحقول، فعدت للمنزل لأعود تلك الفتاة الصغيرة التي تبحث عن الأكل. وجدت أمي تشاهد التلفاز فجلبت تفاحة وجلست بجانبها فقالت لي: يا صغيرة كفاك تفاحة فخدك أحمر بالفطرة أها. فحينها تذكرت عدنان وكيف كان يصفني بذات الخد المورد، فأجبتها: أنا أحب التفاح يا أمي، كم هو لذيذ. كان الملل يضربني، خاصة أني كنت عائدة من ساعات رجوب الخيل، فلم يخطر في بالي إلا سؤال واحد، فسألت أمي: أمي قلي لي كيف أكون أم صالحة؟ فأجابتني: سهلة جدا يا بنيتي، تتزوجين وتنجبين بنتا تسميها صالحة، وهكذا تصبحين أم صالحة إها. هيا أمي أتحدث بجد؟ حسنا يا بنيتي، إن سؤال صعب نوعا لكنه ممتاز وفي محله. إن الأم والوالدين بصفة عامة قبل أن يكونا في وظيفة الأب والأم فهما بالأساس مربيان، والتربية لا بد أن تبنى بأسس واضحة ودروس مكررة. لا يكفي إلقاء الدروس فقط، بل يجب تطبيقها، لأن الطفل الصغير قد يتأثر بالكلام، لكن لا بد من الإصرار على فعل ذلك الشيء. فمثلا إذا رآك صغيرك يوم آخر تأكلين التفاح كل يوم، فأكيد سيطلب التفاح هو الآخر ويدمن عليه، لأنه يقول في باطنه أن أمي تحب التفاح فلما لا أحبه. ومثلا إن رأى أباه يدخن فإنه سيكون فضوليا نحو معرفة ما التدخين، ولن يعرف طبعا في لحظتها أنه مضر بالصحة، فكل ما يعرفه هو أن أباه يدخن كل يوم، فإذا إنه أمر طبيعي. إن التربية لا تتوقف بل تتواصل دوما من النقطة 0 إلى أجل غير مسمى. فلطالما الوالدين على قيد الحياة فهما سيبقيان يعطيان دراسا للأبناء. أين يبدأ الاختبار الحقيقي للطفل عندما يتزوج؟ لدي مثال عن هذا من خلال قصة للكاتب فاكر باب الله. لحظة يا أمي، هل تعرفين فاكرة؟ طبعا أكيد، ولماذا هذا السؤال؟ هل تظنينني مسنة حتى لا أقرأ كتب كاتب شابة؟ لا يا أمي طبعائها، هيا حدثيني عن هذه القصة. نعم طبعا. في مرة من الأيام كان هناك امرأة تحب ابنها محبة البخيل لنقوده. كانت تمثل شجرة العائلة بالنسبة له، لأنه كان يتيم الأب ولا إخوة له. عائشة قصة أم مناضلة وقفت كالجندي أمام مصاعب الحياة من أجل ابنها الوحيد، وكانت أمنيتها أن تراه ناجح في دراسته وتكمل له نصف دينه. وفعلا أصبح فادي من المهندسين الكبار، وكان رجلا تفتخر به أم كعائشة. وليس هذا فقط، بل تزوج من فتاة وأقام حفل زفاف يضرب به المثل، وأصبح يعيش مع زوجته ومعه أمه بكل تأكيد بثينة، وهي زوجة فادي تلك الحسناء والفتاة التي ستتسلم مهمة الرعاية من عائشة، وفعلا قامت بالواجب حتى سقط ذلك القناع، وأصبحت شخصية غلب عليها الشر، وكانت تبعث في زوجها طعنات خفية من أجل بعث أمه إلى دار المسنين. وفي إحدى الأيام اتفق فادي مع إحدى الدور ونقلها رسميا، فكانت المسكينة تحمل دموعا لا شك أنها دموع الظلم والقهر. ففي البداية كان يزورها كل شهر، فأصبحت كل شهرين شيء فشيئا، إلى أن أصبحت مرة في العام. وكانت أمه تحذره من زوجته بأن لا أمان ولا ثقة فيها، لكن رده كان قاسي دائما بالصراخ، وأحيانا يصل حتى للضرب، إلى أن تتألم تلك الأم المسكينة وتبقى أسبوع كامل بلا نوم وهي تغرد كالأطفال. وفي يوم من الأيام عاد فادي كالعادة إلى منزله، فوجد ملابسه ملقاة ومبعثرة في الحديقة، فاستغرب ودخل راكضا، فإذا بزوجته تطرده ممتصة كل أملاكه، فضاع قلبه وانحسر بكاء وجر كالكلاب نحو دار المسنين. فلما وصل لم يجد أمه على السرير، ووجد ورقة فوق الطاولة تحمل الكلمات التالية: مات الأسد المقدام فظل رمزا وقدوة لكل نفس ضعيفة، وظهر وراء الأسد خليفة وهو الشبل الصغير واليتيم. لكن الأشبال ما زالت تعاني نقصا من اكتمال النمو الكلي، فحضور اللبؤة سيرفع منه شأنا إلى أن يكون أسدا هجيما. يا فادي، كم من عدو أعلن الحرب عليك، لكني المرأة المدافعة، فظهري أصبح حقلا من الدماء فقط لأجعل شبلي سليم.
يا فادي، كم من مرة هبت رياح تتنزه مع الأمطار الحزينة ليلا، فكانت الدرع الذي يحيط بك فكانت آمنا، ولا يصلك إلا هدوء النسيم. أنسيت عندما كان الكذب يهز روحك إلى أن تتلبسك صفة الكراهية، لكن روحي تحل محلك وأتظاهر كذبا، فقدت من أجل طهارتك وجعلك كريم. يا فادي، أنسيت القطرة التي شربتها ومعنا إلا ماء قليل في ذلك الحر، وحميت رأسك من شرائط الشمس فإن سهر قلبي من نار الجحيم. ما ذنب اللبؤة عندما خرجت من بيت شبلها ذليلة تحت سيطرة الأسى، فالثعالة حلت مكانها بعد أن كانت له الأب والأخ والصديق الحميم. هل رضيت الآن بعد أن جعلتني بين الكبار أتجول وآكل طعام لا طعم له؟ فصدقني الثعالة ستجعلك لعبة بين يديها، وستصوب رصاصاتها في الصميم. لمذا يا بني بعتني إلى أناس يصرخون طوال الوقت في وجه الشاحب؟ أجبني، كيف حالك الأمس؟ هل نمت جيدا؟ هل ما زلت ذلك الإنسان النجيم؟ مات سمعي فتخيلت صياحك عندما كنت رضيعا، وماتت عيني البصيرة، وسكنت رياح جسمي فثبت في مكاني أنتظر في الكلمة التي تبدأ بحرف الميم. كم هذا حزين حقا، عائشة امرأة صالحة لكن ابنها خانها. أتعرفين يا أمي، مهما جعلتني الأيام بعيدة عنك فلن أنساك أبدا، لأنك أمي مهما حدث. يا حبيبتي، تعالي إلي، لكن قبل كل شيء انزعي التفاحة. ذهبت إلى غرفتي وفتحت كتاب مذكراتي وشرعت في الكتابة، وتذكرت حبيبي عدنان، تذكرت كيف يصفني بالفراشة والزهرة.